أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ أم تروح الله في الجرن دولش لا العبد لا شيء، يعني مش شجرة ولا شيء المال ولا كذا ولا شمال ولا شيء، أم كيف الجرن مكانان. فقالت له ذلك مرارا، استعوذ مرة مرتين ثلاثة، وجعل لا يلتفت إليها. أما سيدنا إبراهيم ودي ورارة الرأس، انطلق يروح يجثن ذينا ودي ورارة الرأس. إن هيك فقالت له الله أمرك بهذا، ضربك دينك جنا ذاك يروح مسنا أكني. قال نعم، يا ريس دول شوي ناس نعم ضربي دينك. قالت إذا لا يضيعنا، إذا ربي وتضيعنا، ربي لي في النار. إنك ثم رجعت تغلب أم كنس. فانطلق سيدنا إبراهيم حتى إذا كان عند الثانية لأن مكان مرتفع، يروح سيدنا إبراهيم ما بغري ولكن المرتفع يعلي يولى اثنين ذوك السر انت ذا سول انت زماني الديوالي لنزميرنا لا خاطر المرتفع حاجة يعلي ما تبعض الدوالي بيولي انك سوي تولياه. إنه حتى وصل عند الثانية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت. أمكنني مقال البيت أو قالوا بيسأل البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه. يتولى البيت اتجه مدينة استقبل البيت ورفع اليدين. إذا قال العلماء جواز رفع اليدين من الدعاء، ماشي يعني بعد صلاة، أنا ماشي بعد صلاة، أنا ضد سبع عام ما يستطيع ديون رافع اليدين من الدعاء يجوز. تدعو ترفض فسني خاصة دي المواقف من كذا أن يعني يعني حاجة لابد الدعاء لي قوي. فقال العلماء قال خاصة عندنا نوازل مدرسة النازلة مصائب. فرفع يديه سيدنا إبراهيم الخليل وهو يدعو بالدعاء المعروف الذي جاء في سورة إبراهيم وغيرها: ربنا إني أسكنت من ذريتي وإسماعيل بواد كي اسم سمكاني بواد غير ذي زرع إلى آخر الآية. يعني يبود الدعاء أني إقلد القرآن ربي يبود الدعاء إنيس يعني أرزقتني ذي الدعاء واجعل هذا البلد آمنا إلى غير ذلك. الدعاء يقدع سيدنا إبراهيم الخليل عندما ترك هاجر ابنه إسماعيل عليه السلام. إنيك أبعد أم إسماعيل ترضع ابنها ستغيث يبس يمين تلكيا بعض الأيام وتشرب من الماء الذي تركه لها سيدنا إبراهيم الخليل وتأكل مما كذلك وضعها أمامها. إنيك حتى إذا نفد الماء كفن وماء عطشت وعطش الابن وجعلت تنظر إليه وهو يتلوى الدواء خاطر هذه الطرف يعني من الجوع يتلوى من الجوع. إنه فانطلقت كراهية أن تنظر إليه. يعني الفاس ولي ثكنيت سفري بقرب يعني وهو يبكي صروح انطلقت صروح سوى صروح إنك فوجدت الصفا ذي الجبل مزوارو يدي قرب من الرؤس الصفا ثولي فلاس ثولي فوق الجبل وهو الجبل القريب إليها. فقامت عليه قمم ثولي سفلاس قامت عليه ثم استقبلت الوادي قمت سوالي الوادي يسر باتجاه الوادي. أما دينا وين هذا تروح بدي هنا بعد استقبلت الداقي السوالي الجهة يكون ديسر الديسر لعل ترى قافلة خطر وش من وش المكان. إن هيك فلم ترى أحدا وشوف حتى يقول ولا فهبطت من الصف صبت وهي تمر على الوادي. الدعاء ما تولي يعني مازال الدم يموت سيدنا إسماعيل
عليه السلام، حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف ذراعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود، يعني تعيا، ثم جاوزت الوادي ثم أتت المروة المقابل إلى جبل نير كذلك اسم المروة، الصفا والمروة، المروة. ثلث الناس كذلك، السؤال كذلك اتجاه نظر، هل ترى هنالك من يمر أو قافلة؟ هل لن كان يبدأ الحوس البعيد التوالي إذا فنظرت فلم تجد أحدا فلم ترى، ففعلت ذلك 7 مرات. 7 بردان تروح كيك الدواء تروح الدواء 7 بردان يخدم أجد إن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما، ذوي السعي بين الصفا والمروة يخدم الذوى الحجاج ذوى كيفيني ولا شو المعنى ذوى تتذكر قصة سيدنا إبراهيم وخاصة ابنه إسماعيل مع أمه هاجر. أدم كثير قصة تقيم إلى يوم القيامة، خطر في الذي الميدان هو الصفا والمروة، مش كان الصفا والمروة حتى البيت كما سيأتي يقول كذا الأمور إذ جاء سيدنا إبراهيم الخليل إنك فلما أشرفت على المروة مثل الذي جبلك يعني صبت سمعت صوتا سلا يون الصوت ميتصب لا سيتي فوا سلا صوت فقالت صح باللغة العربية اسكت، بس يقول صح يعني سوس باللغة العربية قال صح ولا الصد انك نتسال القرآن تصدق ان معناه يعني التوقف صد باختصار وصح يجوز التوقف والسكوت أثناء تلاوة القرآن. إنك تريد نفسها تبصني إيمان كما خبص مش تسلم مليح، إنك ثم تسمعت يعني تبغى تسلم مليح تسلم، فقالت يعني تديها قد أسمعت إن كان عندك غواث، يعني صوتك وقد يهضر لك الناس أمزول تهضر الناس ما ينصر الغواث. يغوث يعني ذا عيون من يغوث يعني أنواع الجسر الواقي تظل في يعني يوجز بها ناس هل يمكن تساعدني المساعدة؟ فقالت هل عندك رواح؟ فإذا هي بالملك من ملائكة الله عز وجل وتصدنا هو جبريل. المهم ملائكة من الملائكة ذاك ملائكة أكيد الذي الحديث عند موضع زمزم أنك نقلمس عندي لا زمزم أن تحب أنا سيدنا إبراهيم الخليل عندي نجار سوى فين إنك فبحث بعقبه بحث ما يرث القاع لكن هنا رواية البخاري إنك بعقبه ما ديال صداع سكاكي إن بطرف جناحه الجناح الفريوس طرف يس أكا أما ديال سكف الدكيك يوث القاع شو كي يسكف ليت إنك حتى ظهر الماء فندوما فجعلت تحوضه أزخدمك الحوض يصلح يرى الماء ولا يجيك قارب لك يعني لم يرد الحديث ولكن في قصص الأنبياء قال لك بديت قرص الزم والزم يعني احبس زم قال يدين كوني ولا ديون ما يهدر سير الزم كذا يعني عبارة على كل حال هكا وصار شوية الأدب ولكن قال زم يعني ما أغلق أمكانه وكان هذه تفاصيل عدلك كانت تحوضه وتقول زم كما في الكتب الأخرى غير هذا الحديث فجعلت تحوضه فقط أسقدمك وكان ذي على شكل حوض وتقول بيدها هكذا يعني قمة ذكي ومني وجعلت تغرف من الماء أتخدمك السلام داخل السقاني من ازدجاج سيدنا إبراهيم وكتشاريس زمان وهو يفور السفاطاس بعدما تغرف. قال ابن عباس يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا وكان يعني سقارك نيوثي الدار في الذي كتر بوشتك وقال معني العلماء وكانوا لم تغرفه ولم يعني تأخذ منه شيئا أو لم تحوضه
قال لكان عينا معين